Audio Jungle. Audio Jungle. مرسلة طويلة أمامية لمحمد البري، عم توصل لمؤنس أبو عمشة. مؤنس عم يحاول السيطرة لكن الكرة عم تطول على مؤنس، عم توصل ولكن مبعدة من إبراهيم بغدادي، ولكن مبعدة طويلة أمامية لمحمد البري، عم توصل لمؤنس أبو عمشة مبعدة من إبراهيم بغدادي بالأمام، لكن عم تطول الكرة وعم تحاول توصل لمؤنس أبو عمشة تحاول السيطرة. مصطفى جنيد عم يضيع جنيد جنيد لاستكمال ما تبقى من دقائق من احداث هذا الشوط. سلامات لمصطفى جنيد. ضياء عم يرسلها طويله اماميه راسيه ولكن عم توصل، عم يسدد خالد الحجي ولكن الكره عم تخرج الى خارج ارضيه الملعب وعم تحول لركله مرمى لصالح فريق. عم يسدد لا عم تقطع محمد البري عم يسدد ولكن طه موسى عم يتصدى للكرة، كانت خطرة على مرمى فريق حطين. ملعوبة الكرة ضياء لأحمد الصوفي، أحمد عم يسدد أحمد وجول جول 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 جول. أحمد صوفي عم يحرز الهدف الثاني للحيتان وعم يعزز النتيجة لفريق حطين. يا سلام يا سلام يا سلام أحمد صوفي، يا سلام. جول 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 للحيتان بتسديدة ولا أجمل لأحمد صوفي. ملعوبة الكرة ضياء لأحمد الصوفي، أحمد عم يسدد أحمد وجول. مروان زيدان عم يعيد الخلف عن طه موسى، طه عم يلعب من جديد لمروان، مقطوعة من جانب مؤيد العجام، عم توصل لمصطفى حمو ولكن عم تطول على مؤيد، والآن عم يتم صافرة نهاية أحداث اللقاء بفوز كبير وعريق لفريق حطين على حساب فريق الوحدة. من هنا مبروك لفريق حطين وهارد لك لفريق الوحدة. من هنا من استاد إدلب نرفع القبعة لكل من ساهم في الإخراج هذه المباراة بهذا الشكل، من اللاعبين إلى الجماهير إلى كل من كان خلف الكواليس. إلى هنا تنتهي رحلتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في مواجهات قادمة تحمل المزيد من الحكايات والمزيد من سحر الكرة السورية. كان معكم في الوصف والتعليق الإعلامي والمعلق خالد جمعة، أحييكم من القلب وإلى اللقاء، دمتم بألف خير.